السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ، واش باقي الوقت للمراجعة؟ أستاذ، راني كنحفظ وكننسى. أستاذ، ما عنديش الخاطر وما عنديش الكانا نحفظ، كنهز الكتاب كنحطو. هادو أسئلة ومشاكل كيصيفطوهم ليا التلامذ في الخاص، وأنا عندي لك الجواب ديالهم بكل بساطة. السؤال الأول: أستاذ، واش باقي الوقت للمراجعة؟ نعم، باقي الوقت للمراجعة. كيفاش؟ باقي لك شهر، عندك 4 ديال المواد إلا كنتي علمي، 3 ديال المواد إلا كنتي أدبي. 4 ديال المواد جابت لك تقريبا سيمانة في كل مادة. غينوض شي عالم غيقول لي كاع ما حفظ الدور العام كامل، غيجي يحفظ في السيمانة. متفق معك، ولكن هذيك السيمانة اللي كنهضر عليها أنا كنهضر على الملخصات. يعني أقل حاجة ممكن أنك ديرها هي أنك تاخذ ملخصات ديال الدروس، ملخصات يعني خططات، دير بطاقه على شكل يعني البطاقات، وكدير فيهم عوارض وكتحفظ. يعني اي طريقه كتبان لك انت سهله كتلخص بها الدرس ديالك غتنفعك في ظرف اسبوع. ما كنقولش لك غتضبط كل شيء، ولكن في ظرف اسبوع غتحيد عليك واحد على الاقل 60%. متفقين؟ نفس الشيء بالنسبه للسؤال الثاني اللي هو: استاذ، راني كنعجز ما كنحفظش. كنهز الكتاب كنحطو بكل بساطه، لانك انت اللي كتوهم عقلك بانك ما بغيتيش تبريباري. انت كتخلي عقلك يمشي لك غير للتفاهه صافي. نعطيك مثال بسيط: انا مثلا فقت مع الصباح من 8 ل 10 ساعتين. واش دابا الا فقتي وقلتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم غادي نبريباري اليوم، غادي نبريباري، قلتي غنبريباري صافي، وحطيتي داك التليفون ولا هزيتي الكتوبه ديالك، ولا غتخدم نيت بالتليفون، غتخدم نيت بالتليفون، وغتجي وغادي تجبد التليفون ديالك وغتدخل الجروبات وغادي تقلب، ولا عندك الويفي غتدخل تقلب على منهجيات، دخل جوجل شوف هاد المعلومات، سول هذا الشيء. ملي كدير هاد الخدمه هادي كتحس براسك اكتيف، يعني كتحس براسك انت حيوي نشيط كتخدم. هو انت هز التليفون دخل الانستغرام وطلع لي بلي ريز وقول لي والله ما عندي الكانا، كتعطي دابا هذا غير عذر كتعطيه لراسك. فالله يرضي عليكم، قلتي غنخدم دونك غنخدم، سالينا. تحدى راسك، هذا تحدي، تحدى، قاوم راسك الشيطان كيلعب لك بعقلك، انت قاوم وسيحفظ بريباري سهله. السؤال الثالث: شنو هي احسن طريقه باش ملي نحفظ ما ننساش؟ احسن طريقه وكنت كنعتمد عليها انا في الصغر ديالي، واليوم من هذا باقي كنعتمد عليها، هي انني اي حاجه تعلمتها او لا اي حاجه حفظتها او لا اي حاجه ضبطتها نعلمها لواحد اخر. ما نخليهاش عندي بيني وبين راسي، لا، غتخرج، تقدر تنسى، تقدر تسهى، ولكن ان فوا نعلمها لواحد اخر. شتي الا غير عيطتي لصاحبك قلتي لي اجي واش ضبطتي هذا الدرس، لا اجي نشرحه لك، ودرتيه كان مع بزاف د الناس، والله ما تخرج لك من عقلك، اقسم بالله الا غترسخ. فاحسن طريقه هي انك تاخذ وتعطي داكشي اللي خديتي، استافد، خذ المعلومات واعطيهم صافي، ما تخليهمش عندك، وبهكا غيترسخوا في العقل. وهذا الشيء اللي كاين، ومرحبا بالجميع. واللي بغى يشترك في العرض دائما كنقولها لكم الرقم ديالي غنخلي لكم في اول تعليق، ومرحبا بالجميع.